بصوا حبايب قلبي، صلوا على الحبيب المصطفى. تعالوا شوفوا غدانا الجميل دوت، هيعجبكم باذن الله. ملوخيه، رز بشعريه، بتنجان مخلل، والفراخ تربيه ايديا وحياه عينيا. خساره فيا خساره ليا. طبعا اللي عايز يعرف طريقتي من طقطق السلام عليكم، مش بقول للعمالقه اللي بيعرفوا يعملوا على الصوت المعالي عشان هيتغدوا. بقول للبنات اللي لسه داخله مطبخ، اللي لسه داخلين على جواز، اللي عايزين يتعلموا. كوسه جميله جدا مفيده للقلب. هتسموا الله وتصلوا على الحبيب المصطفى وتشوفوا من طقطق للسلام عليكم. اهم حاجه ما تنسونوش في اللايك والشير ودعوه جميله بالخير. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وهنا. كل سنه وانتم طيبين. طبعا النهارده تسوعه. احنا متعودين نعمل اكلات يعني ايه؟ يعني مواسم بالنسبه لنا، احنا عادات وتقاليد طلعنا عليها. بنعمل مواسم يعني اكله حلوه. طبعا بمناسبه ان اولادي عندي، طبعا بقدرهم قوي قوي قوي، واحفادي. فطبعا ذبحت اخر فرختين عندي زي ما انتم شايفين اهو. وهعمل كوسه وبرنجان مخلل اهو. طبعا البتنجان انتوا حضرتوه معايا اكتر من مره، محضره الدقه بتاعته اهي في الهون. فطبعا ايه مش هدوش دماغك. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنصلي على النبي، نسمي الله، نصلي على الحبيب المصطفى، ونبتدي نعمل الفراخ. بتعملي ايه يا ام اسلام؟ هوريكم هنعمل ايه. بصي يا قلبي القلب يا روحي الروح، انا عايزه ايه؟ انزل لكم الموبايل عشان تشوفوا حلو. بصي يا قلبي، هنا انا مقطعه بصل وطماطم، بصل وطماطم. احط شويه ملح، وهحط فلفل اسمر بس، مش هحط اي حاجه تانيه اهي. وادعكم حلو قوي قوي، واحشي الفراخ بيهم. طبعا اسمها المرته بتاعت الفراخ دي، جميله جدا جدا جدا، وبتدي طعم للفراخ. سبحان الله العلي العظيم. حتى لو حطيتي طماطم وبصل في الشوربه مش زي ايه دي. انا هنا غاسله الفراخ وعامله لها محلول نقع، ومخليها فل الفل فل الفل. بس انا عايزه اعمل لكم عشان تشوفوا. غسلاها ومخليها زي الفل كده ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هحشي من جوه كده اهو، من هنا، واحشي بين الجلد واللحم زي ما انتم شايفين، واكتفها. احنا بنحب نكتف الفراخ عشان ما تطلع وانت بتحمريها تطلع ما شاء الله ماسكه نفسها كده، ما تبقاش شكلها مفرشح يعني اهي. نيجي على الفرخه الثانيه اهي زي ما انتم شايفين اهي. انا عايزه اوريها لكم يا رب بس الصوره تكون واضحه قدامكم. البصل اهو، والطماطم والفلفل اسمر والتتبيله بتاعتنا كلها. انا ما بحطش على الفراخ الا فلفل اسمر وملح بس، ورق لورا بقى وحبهان في الشوربه يعني. هنا ما شاء الله هكتفها برده. طبعا مولعه الميه تغلي. اول حاجه بعملها يعني كنت هعمل لحمه بسلق اللحمه، بعمل فراخ بسلق الفراخ اهو. اللي ما بيعرفوش يكتفوها يا ولاد اهو، كتفاها كده على الاقل لما تحمر تطلع شكلها حلو كده زي الفل. هنا الميه على النار مش كده بس، هفضي دي فيها، شايفين في الميه دي اهي. ده بصل وطماطم ما فيهاش اي حاجه خالص اهو. طبعا الميه تغلي وننزل بالفراخ. هتعملي يا ام اسلام الكوسه ازاي؟ اعملها ني في ني، ما فيهاش اي افتكاسات. الكوسه هي متقطعه وعاملينها زي ما انتم شايفين كده بالمقوار، يعني مشرشرينها اهو. طبعا عندي بصل مقطعاه حلقات اهو. انا محضره كل الحاجه ليه؟ عشان ما اطولش عليك في الفيديو بصراحه، مش عايزاكم كده. وانا هنا حاطه قرن فلفل شطه، عايزه اوريه لكم اهو، خرماه وحطاه. صلوا على الحبيب المصطفى يا ولاد. وهنحط معلقه توم بس، مش هحط توم كتير اهو، وفلفل اسمر وملح وماجي بس. اي حاجه تانيه يا مسلم؟ لا يا قلبي اختي. وادي الفلفل الاسمر. عايزه تحطي شطه ماشي، بس احنا عشان الاطفال مش هنحط شطه. وهنحط واحده ماجي. انا بجهز كل حاجه قبلها، بس انا ما جهزتش الماجي سبحان الله. بص عايزه تعمليها بسمنه اعمليها، عايزه تعمليها بزيت انا بعملها بزيت. بصوا اهي، يعني اعتبر معلقتين كبار زيت عشان تبقى خفيفه كمان. والكوسه دي جميله جدا مفيده للقلب. هنا الطماطم اهي ما فيهاش اي افتكاسات يا اختي اهي. ونجري بيها على النار تاخد وتدي بشكل ودي. نرجع لكم تاني. الميه غليت حبايب قلبي، وهنزل بالفراخ بالشوربه بتاعت الفراخ زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها على نار هاديه تستوي براحتها اول ما اخلص اللي ورايا كله. ما تستعجليش في سوى الاكل، على نار واطيه هيطلع منك زي الفل زي الفل. وانا بقلي البتنجان اهو ابيض واسود، والكوسه بتتكتك على النار، ووطي عليها
وتعيش الحاجه مع نفسها. يبقى كده ما فاضلناش الا ايه؟ هنعمل الملوخيه ونعمل الرز. ماشي يا حبايب قلبي. هنا بصوا قلينا البتنجان الابيض اهو زي ما انتم شايفين، بتنجان ابيض اهو. ناس هتقول البتنجان الابيض بيتقلي زي الزبده، والله احلى اكل في البتنجان الابيض، جميل جدا. عملنا ابيض واسود، وعملنا هنا بتنجان مسلوق اهو. طبعا اللي متابعني عارف ان انا بعمله لابو سلام، ما بياكلش المقلي، بس القاه بعنقوده، وهشيل العنقود ده كده ونفتحه ونخلله. تمام. وادي الدقه اهي، فلفل وثوم وملح وخل، ما حطيتش كمون ولا اي حاجه، خل وليمون بس. زي الفل زي الفل حبايب قلبي. الفراخ استوت زي الفل زي الفل. صلوا على الحبيب المصطفى يا ولاد، ما شاء الله اللهم بارك. طلع بقى الفراخ وحطها في صينيه، وايه خليكم تابعوا معايا بس حبايب قلبي. طلعت الفراخ كده زي الفل زي الفل. عندي هنا طماطم اللي انا مسبكاها معاكم، احط معلقه دبس رمان ومعلقه صويا صوص، وادهن الفراخ وادخلها شوايه. قبل بقى بعمل الرز. طب انا عملت الكوسه معاكم، وهنا الملوخيه خرطتها زي ما انتم شايفين، ما شاء الله اللهم بارك. واهو البتنجان خللناه زي الفل زي الفل. وانا اهو جبت الرز هعمله بشعريه على طول بقى. طبعا انتوا اساتذه وعارفين الرز بيتعمل ازاي. طبعا اقلب جامد. البتاعه صغيره اللي امك حطاها، كانت حاطه بطانيه كبيره. وادهن الفراخ كده ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده من جميع الجوانب، ودخلها شوايه. طبعا عبال ما تتحمر حلو كده يكون الرز استوى والملوخيه اتعملت، وعملنا احلى غدا مع ام سليم. كل سنه وانتم طيبين، ويعدي عليكم الايام بخير يا رب. هتقولي لي على ايه يا ام سليم؟ طبعا النهارده تسوعه، الموسم بتاعنا يعني بتاع المسلمين والناس كلها يعني زي ما انتم شايفين كده. خلي حته لما ادهن فيها الفراخ وادخلها الشوايه. انت هتعمل قهوه دلوقتي؟ انا كنت هعمل الرز. ماشي يلا مش انا متخلص. ماشي. طب انت بتتكلمي ماشي إيه؟ بكلم ابو اسلام عشان دلوقتي الاربع عيون شغالين، وبرضه عايز يعمل قهوه. اعمل انا ايه طيب؟ تعبت والله، تعبت يا اولاد، تعبت من باي وتعبت من ابو اسلام. حد يحدد موقفي. ادي حاله الرز الجميله ام شعريه اهي. بس طبعا ايه اللهم بارك اللهم بارك، انتوا عارفين ان عندي احفادي صغننين بقى طبعا اهي، فبغرف لهم في اطباق صغننه زي ما انتم شايفين كده. تعالوا معايا بس عشان اوريكم وصلنا لحد فين. ادي الملوخيه، سكر يا ناس، سكر تسلم ايديا وحياه عينيا. ادي عشان انت المره اللي فاتت ساعه الكشري ما كنتش جايبه حلو. بصوا يا حبايب قلبي، ادي الملوخيه وجمالها، ولا ساقطه ولا خفيفه ولا فيها اي حاجه. بصوا زي السكر. وانا البتنجان المخلل يا ولاد وجماله اهو زبده. قربي كده يا ام مازن، بصوا اهو حاجه كده عسل. والابيض اهوت، عشان في ناس بتقول لك هو الابيض بيتخلل. الابيض بيتخلل اهو زي الفل زي الفل. تعالوا معانا على الكوسه بقى. هاتي يا ام مازن. لما اجيب معلقه اوريك الكوسه. وقرن الفلفل ده خلاها ايه، بيديها طعم وريحه ما اقولكمش. الكوسه اهي زي الفل زي الفل. كمان اوريكم بقى الفراخ. بصوا حبايب قلبي الفراخ اهي، بس احنا بنحب نحمرها زياده، احنا بنحبها محمره قوي كده. لو حد خد منابه فاتح شويه يقول لك اشمعنى، فانا عملت يعني ايه تحت طلب الجمهور حاجه كده زي السكر يا ولاد. ادي غدانا النهارده، وما نغرف هنرجع لكم تاني. ليه يا اختي ما كنتش بقعد ليه؟ كان بيقعد معانا مع الاكل. بصوا هنا حبايب قلبي الشكل النهائي لغدانا. ادي رز بشعريه والملوخيه القمر اهي الجميله، والبتنجان المخلل والكوسه. كوسه ايه رايك في الكوسه يا هنا؟ وادي الفراخ مشنوقه محروقه محمره، هم عندي بيحبوها كده قوي. استنوا بس ما نديها وش لمعه كده جميل، يخلي الفرخه كده ايه بتبرق برق. ان عجبكم الفيديو بقى لايك وشير، ودعوه جميله بالخير لام اسلام. حطوا لايك واعملوا متابعه. حطوا لايك واعملوا ايه؟ متابعه. اسمعوا كلامها انا بقى عشان يوصلكم كل جديد. عشان يوصلكم كل جديد من ام اسلام. بصوا الفراخ اهي يا ولاد، احنا بنحبها متحمره. اي حد اسمع منه تعليق سلبي هو حر. يلا باي. عجبكم مش عجبكم. ايوه كده، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه شد في حواجبه. يلا باي.